السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل تتبيلة قطع فخدة ضاني. هبدأ بالتتبيلة: معلقتين كبار خل، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة من خلطة بهارات ماما، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكركم. هبدأ ان انا اخلطهم. وهنا معايا بعد ما بخلطهم بجيب كيس حراري، ببدأ اضيف فيه بصلتين. ممكن هنا في الوقت ده اضيف اكتر كمية كبيرة من الجزر والبصل واي خضار بياخد سوا شوية، واضيف له شويه من التتبيله وشويه من الزبده وحوالي ربع كوبايه من الميه لو احنا محتاجين الخضار عشان الاكل. بعد كده ببدا اتبل الفخده الضاني. هنا القطع دي ببدا اتبلها، وبعد كده اظبطها في الكيس الحراري واضيف عليها باقي الزبده. ممكن تبقى سمنه بلدي، بسيبها على الوش عشان تديها طراوه. بعد كده بقفل الكيس الحراري، اديه فتحة واحدة بس. بعد كده بدخله على الرف الأوسط من الفرن، درجة حرارة عالية. بعد كده بهدي النار واسيبه لغاية ما بيستوي. هنا قدمته مع رز أبيض.